معايا المهندس احمد السويدي. انا طبعا بشكرك على الدعوه الكريمه يا دي. حبيبي ربنا يكرمك. انا لما جيت النهارده المهندس احمد ابهرني بالرقي والشغل الجميل اللي عمله. انا كنت متوقع في الحقيقه ان شركه السويدي هي اللمبه بقى والفيشه والكهرباء والسلك والحاجات دي. لا، انا النهارده انا خدت درس انا ما اتعلمتوش في حياتي، لاني انا عيني مبسوطه. المهندس احمد كلمني قال لي تعالى انا عايزك تكون الاستشاري لشركه السويدي في موضوع الايبوكسي. لا، ده انا محتاج اتعلم منه في الحقيقه. انا بكلمك جد. ابهرني، يعني عامل شغل. بصوا، محدش في مصر وصل له ده فعلا. حاجه جميله قوي قوي. وبعدين كمان القرص زي ما حضراتكم شايفين، ده ظهر القرصه مش الوش، يعني ده من تحت، ده الجزء اللي مش باين. تسلم ايدك. دي ساعات بنطعمها بذهبي او فضي او اي حاجه في الجروفز دي، وبعد كده تبدا تشتغل عليها بتطلع شكله مختلف تماما. باشمهندس احمد، انت حضرتك مدرسه. حبيبي ربنا، انا بكلمك بجد. حبيبي ربنا يكرمك. انا مش لاقي كلام اقوله. انا دايما بعرف اتكلم مع ضيوفي وبعرف اتكلم. لا، انا معاك، انا عاجز عن الكلام. حبيبي ربنا يكرمك. انا جيت النهارده استفدت وخدت درس فعلا. انا اللي بتعلمها، صدقني يا باشمهندس، والله احنا اللي بنتعلم يا جماعه. الناس كتير جدا كانوا بيتواصلوا معايا ويقولوا لي احنا بنشوف بره وشكل الايبوكس وشكل الترابيزات وبتاع. لا، المهندس احمد عدى الكلام ده فعلا. السويدي ده يعني مش لاقي كلام اقوله. ممكن تسمح لي ابوسك؟ حبيبي حبيبي يا عمار. انا سعدت بيك. شكرا يا باشمهندس.